ايه اللي فاتك في جوائز الاوسكارز؟ اوسكار افضل فيلم في السنه كسبها وان باتل افتر انذر ومارتي سوبريم خسر. اوسكار افضل ممثل في السنه كسبها مايكل بي جوردن. انا كنت عايز ليوناردو دي كابريو بس انا مش متضايق. ليه؟ لان تيموثي شالامي خسر. تيموثي شالامي هيعيط النهارده، ده احنا في فرح. افضل ممثل في دور مساعد كسبها شون بين وما جاش البي ما جاش يستلم الجايزه. ثالث اوسكار يكسبها ولا هتخليه معاه ثلاثه زي جاك نيكلسون الممثل العظيم، ما جاش يستلمها حتى. افضل ممثله في دور رئيسي كسبتها جيسي باكلي عن فيلم هامنت. انا مش عارف والله مين ممكن ما يحبكيش. افضل مخرج كسبها حبيب قلبي بول توماس اندرسون. وجوش صافدي خسر. دي اكتر جايزه فرحتني يا جدعان، انا بحب الراجل ده بطريقه مش طبيعيه. اف 1 اتراضى باوسكار وحيده وهي بيست ساوند، الوحيد في رايي اللي مش مستحق، وانا مش عارف ازاي لحد دلوقتي كيبوب ديمون هانتر يكسب اوريجينال سونج في ظل وجود اي لايك يو سينرز. ازاي؟ انا بالنسبه لي كيبوب ديمون هانتر دي اغنيه اطفال مع احترامي الشديد. اوسكار افضل سيناريو مقتبس كسبها وان باتل افتر انذر، والله العظيم انت حبيبي. وافضل سينماتوجرافي كسبها برضه سينرز، وفي ناس كانت شايفه ترين دريمز احق بس انا في رايي برضه سينرز احق. وطبعا متعتي في الحياه مارتي سوبريم خسر دي برضه. اوسكار افضل سيناريو اصلي برضه كسبها سينرز، وده خلى رايان كوجلر تاني شخص في التاريخ بشرته داكنه يكسب الجائزه دي، حاجه غريبه جدا يعني. بيست اوريجينال سونج خدها سينرز ومستحقه جدا. اوسكار افضل كاستنج كسبها وان باتل افتر انذر، ما طبيعي يعني اي حد هيطلع لنا تشيس انفينيتي دي لازم ياخد اوسكار. نسيت ومارتي سوبريم خسر. اوسكار ميك اب اند هير ستايلينج ده شيء متوقع جدا ان هي تروح لفرانكنشتاين ومستحقه جدا. اوسكار كاستم ديزاين برضه راحت لفرانكنشتاين. وافضل فيلم غير ناطق باللغه الانجليزيه كسبها سنتمنتال فاليو. افضل ممثله مساعده كسبتها ايمي ماديجن في ويبنز، وهو بصراحه كان كاتيجوري ضعيف. بيست فيجوال افكتس اكيد يعني اكيد افاتار فاير اند اش. وكده يبقى اون باتل كسب 6 اوسكارز، سينرز كسب 4 اوسكارز، فرانكنشتاين كسب 3 اوسكارز، ومارتي سوبريم اترشح ل9 اوسكارز وما كسبش ولا واحده. عشان كده ده احسن اوسكار في التاريخ تقريبا. وبس ما تنساش تعمل لي فولو وتقول لي رايك في الجوائز دي في الكومنتس.